النادي الصفاقسي ومنذ بداية اللقاء ضيع برشا أهداف منذ الشوط الأول اللي كانت السيطرة واضحة عليه، اللي خلى المدرب نبيل معلول يغير الرسم التكتيكي من 3-5-2 إلى 4-3-3 باعتبار تقريبا شفنا 20 ولا 25 دقيقة الأولى سيطرة مطلقة وأكثر من 4 وحتى 5 فرص للتسجيل من أول شوط. التفوق كان مستحق صراحة، فما إرادة وكذلك الرغبة كبيرة وانتصار أكثر. أداء إدارة الماتش من حسام البدري خلت جوارات النادي الصفاقسي أكثر شراسة من الترجي، غياب تام لجوارات الترجي في اللعب، في الهجمات، في الدفاع. لولا تضييع النادي الصفاقسي للفرص بطريقة غريبة لكانت النتيجة منذ الشوط الأول أعرض برشا تألق بن شريفية، لكن الوقتاش الدفاع فاش قاعد يعمل، والترجي كان قادر على العودة منذ الشوط الأول. في الغالب الفرق اللي تضيع هذا الكم من الفرص، وهذا اللي قلناه امام الفرق الكبيره كما الترجي، تستنفذ الطاقه متاعها والا تخسر. فمهما كانت الغيابات وعامل الارهاق، الترجي كان عنده الفرصه بالخبره اللي عنده، وكان عنده الفرصه باش يرجع من اللقاء بسهوله. لكن شفنا الترجي في اول الشوط الثاني ضيع ضربه جزاء، فرصه ضربه الجزاء كانت ترجع الترجي معنويا، وحتى جوارات يتشجعوا باش يقدموا للمنطقة 18 من نادي الصفاقسي ويسجلوا هدف الفوز، لما لا.